قال بلاغ للدول الملكية أن الملك محمد السادس توصل برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، أكد من خلالها قرار دولة إسرائيل ألا اعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية. وأضاف الديوان الملكي في هذا الصدد: أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعماله ووثائقه الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة. وزاد البيان: شدد الوزير الأول لدولة إسرائيل على أنه سيتم إخبار الأمم المتحدة والمنظمة الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار. وفي رسالته إلى الملك أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا وفق تعبير بيان الديوان الملكي.